اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. لو انت مش متابعني على انستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. الحقيقه في وقت تصوير الفيديو دي عدت سنه على احداث 7 اكتوبر 2023. مرت سنه كامله على معركه طوفان الاقصى. 7 اكتوبر وفي اللحظه دي بالتحديد كانت بدايه الغموض وبدايه احداث حصلت في الكوكب بتاعنا. اللحظه دي اختلف عليها كتير جدا من موافق ليها ومعارض ليها، بس مع مرور الوقت بينت مقاييس كانت مخفيه، بينت حاجات كانت احنا شايفينها وهي بصورة تانية خالص. مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مرورا باغتيال واستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اللي هو إسماعيل هنية، وبرضه كان اغتيال حسن نصر الله. يحيى السنوار استشهد. لكن دول الناس اللي احنا شفناهم أو الناس اللي هم ليهم شعبيه جماهيريه، فبالتالي الناس عرفت. وايه رايكم لما نيجي للناس اللي اغتالهم الكيان المحتل لكن احنا ما سمعناش عنهم خالص؟ في ليله من الليالي وخصوصا يوم الثلاث الموافق 2 يناير 2024 الاحتلال الاسرائيلي نفذ غاره، وده كان على مكتب حركه حماس في بيروت. ونتيجه عمليه الاغتيال ده مات عضو من المكتب السياسي لحركه حماس والقائد بتاعها في الضفه الغربيه وهو صالح العروري، عشان يكون استشهد هو واثنين كمان معاه. والاثنين اللي كانوا معاه دول كانوا اثنين قاده من قاده القسام. ودي كانت اول عمليه اغتيال خارج غزة من أول الحرب ما بدأت. يجي بعد كده اليوم الاثنين 1 إبريل 2024 عشان ينفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على ملحق تابع للسفارة الإيرانية، واللي نتج عنه اغتيال نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني واللي هو محمد رضا زهدي. الاحتلال ما طلعش بيان رسمي إن هو اللي عمل الكلام ده، عشان بعد وقت قصير جدا إيران تبدأ إنها ترد بصواريخ مباشرة ردا على قصف السفاره التابعه ليه. طبعا بناء على التصعيد اللي حصل ده شكلت امريكا وشويه اتحاد كده معاها ان هم عملوا اتحاد عشان يتفادوا وما يخلوش الصواريخ دي توصل اصلا. خلونا بعد كده نروح ليوم الاحد 19 مايو 2024، وكان وقتها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كان معاه وزير الخارجيه. وطبعا زي ما احنا عارفين وشفنا في الحلقه بتاعت ابراهيم رئيسي، لو مش شفتهاش هتلاقيها هتلاقيها هنا ظاهره دلوقتي او هتلاقيها في الديسكربشن تحت. اعلنوا وقتها ان المروحيه بتاعته وقعت، وده نظرا لسوء الاحوال الجويه وقتها. طبعا القضيه انتهت بسرعه جدا ولحد دلوقتي محدش يعرف ايه هو السبب الحقيقي وراء المروحيه، وان ازاي مروحيه الرئيس، يعني مروحيه الرئيس اللي هي المفروض بتبقى التوب في كل حاجه، الصيانه بتاعتها معموله كل حاجه حرفيا، ويحصل لها ده. طبعا الاحتلال الاسرائيلي معلقش بعد الموقف اللي حصل ده، وبعدها زادت عمليات الاغتيال، وكأن ده عارف اللي هو ايه، بيجس نبض كده يشوف هل رد الفعل هيبقى ايه نظامه، عشان نشوف هل هنكمل ولا يعني احنا كده هنكمل، بس هنكمل بقى بصورة ابشع ولا ده اللي حدده رد الفعل. طبعا يوم الثلاث 30 يوليو 2024 وفي قلب بيروت نفذ الاحتلال الاسرائيلي غارة، وده كان عشان ياخد الراجل الثاني لحزب الله، والراجل ده هو فؤاد شكر، كان مطلوب اصلا للولايات المتحدة الامريكية وهكذا. يعني طبعا العمليه بتاعت اغتياله دي ادت لاغتياله واغتيال عدد كبير من النساء والاطفال والمدنيين. عشان نيجي بعد كده اليوم الثلاث يوم 30 يوليو 2024 كان اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركه حماس في زياره لايران، لان هو بيهني الرئيس الايراني الجديد على منطقه، عشان زي ما قلنا برضو في حلقه اسماعيل هنية ان حدفوا صاروخ عليه وادى الى اغتياله هو والمرافق. نيجي بعد كده ل 17 سبتمبر 2024 عشان ينفذ الاحتلال الاسرائيلي اكبر عمليه اغتياليه لجماعه حزب الله. ومش بس دول، لا ده طال المدنيين كمان في لبنان، وده كان عن طريق ان هم فجروا اجهزه اسمها اجهزه البيجر، دي اجهزه اتصالات، عشان تاني يوم يفجروا نوع اجهزه تاني وكان اسمه ايكو. النتيجه كانت كارثيه بكل المقاييس، اتصاب الاف وفقد بصرهم كتير جدا ومدنيين كتير اتصابوا، كانت كارثه فعلا. عشان بعد 3 ايام من الموضوع ده ويوم 20 سبتمبر 2024 نفذ الاحتلال الاسرائيلي غاره عشان يستهدف قيادي رفيع اسمه ابراهيم عقيل، وده كان رئيس شعبة العمليات والمطلوب لامريكا برضه، وده كان بالاضافه ل10 من القاده كانوا موجودين في الوقت. 24 سبتمبر 2024 الاحتلال الاسرائيلي قصف مبنى في الضاحيه الجنوبيه، ده كان في بيروت. لكن الهدف المرة دي هو كان إبراهيم الكبيسي، قائد عدد من التشكيلات الصاروخية في حزب الله. عشان يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 إسرائيل تبعت كمية صواريخ كبيرة جدا عشان كانوا عايزين يغتالوا حسن نصر الله. الهجمة دي نتج عنها ان في اطفال مدنيين كتير عامة استشهدوا. هم ما احترموش حدود، انا بكلمك ان دي لبنان دولة مستقلة عربية، ده محتل وده مش محترم الحدود. عامة انا كل اللي قلته لك ده حاجات بسيطة جدا، لسه في التاريخ كتير،
ولسه في اشخاص احنا ما قلناهاش وما ذكرناهاش وما اتكلمناش عنها اصلا. بس السؤال هنا، انت لسه فاكر اللي بيحصل في غزه؟ هل انت لسه مقاطع؟ جبت الاسئله دي؟ محتاجين كل واحد يراجع الاسئله دي ويشوف هو فعلا كان ماشي ورا الترند ولا هو فعلا عنده مبدأ الحق وماشي عليه. وبس كده يكون نهايه حلقتنا النهارده. معاك محتوى، ما تنساش تدعمني لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.